اي انسان نجح في هذه الدنيا اوفيسال تكون تمك واحد القصه اللي قسمت له ظهره، اللي خلاته يتحسن ولا يتطور. حبيت نحكي لكم القصه تاع مستر بحمد في 2017 اللي بها نديكوفريو الاهميه تاع الاستمراريه. كنت نخدم في واحد الشركه خاصه، وكان ديما عندي واحد العاده تاع نتعلم اللغه الانجليزيه في الليل. وكي نروح للشركه في هذاك الصباح ندي معايا ورقه كيما هذه نكتب فيها كل الجمل والعبارات اللي نتعلمهم، وفي وسط العمل نسرق واحد 30 ثانيه باش نريفيزي كامل الجمل اللي تعلمتهم والعبارات اللي تعلمتهم البارح. وفي واحد الخطره مسير الشركه كان معنا في الحانوت، بعد ذلك شافني وانا راني نريفيزي ونراجع الجمل والعبارات اللي تعلمتهم، وقال لي واش راك دير؟ قلت له هذه الورقه فيها جمل وعبارات تعلمتهم البارح، راني نسرق منك 30 ثانيه ونراجع واش راني نتعلم. قال لي رحم بابك اونجلي هذه واش راح دير بها؟ اسكو راح تطلع بها اللقمه؟ هذه ضيعه وقت. وهذاك الصيف كان صيف 2017 وديجا ديت الباك وراح ندخل اولى جامعي لغه انجليزيه. كي كان يهضر معايا هكذا بديت نسقسي روحي نقول صح كابابل هذه اونجلي ما راح نحتاجها. لو كان خوتي سمعت له وتاثرت به اوتوماتيكلي ما نكونش وين راني اليوم، ما نكونش في هذه البلاصه وراني نعلم كل اللغه الانجليزيه، وعندنا كتاب لغه انجليزيه وعندنا منصه تعليميه وكاين فيديوهات تعليميه ما شاء الله اللي شفتوها مستر بحمد دارهم خلال هذوما السنوات. الحاجه المهمه جدا هو انك جامي تسمع للناس اللي يقولوا لك باللي واش راك دير جاست اتس ويست اوف تايم. فقط استمر في الخدمه اللي راك تخدمها. بديت اللغه الانجليزيه في 2015، استمريت في 2017 و2020 بديت في صناعه المحتوى وراني معكم في 2025. لو كان حبست لا كان ما رانيش هنا. لذلك خوتي ديما تتبعوا الاهداف تاعكم والطموحات تاعكم، واهم شيء استمروا باذن الله تعالى راح تروحوا بعيد. ربي يحفظكم ويوفقكم وراني ديما معاكم.